عمرنا ما هنفكر ان احنا نغير الفرشه، لما تبقى تضيع نبقى نشتري واحده جديده. ازاي تخلي ريحه شعرك تحفه، ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. فاعملي بقى لايك وسبسكرايب والحركات بتاعتنا دي. احنا طبعا عملنا في السلسله دي ازاي نخلي كل حته في جسمنا ريحتها حلوه. البلاي ليست بتاعت السلسله دي هتظهر في الاي اللي هتظهر فوق، علشان لو عايزين تشوفوا باقي الحلقات. انا كنت وقفتها شويه علشان انتوا عارفين ان هي بدات تتسرق مني الافكار بتاعتها، والناس بقت بتاخد الحاجات بالظبط وتنقلها عندها. انا اكيد طبعا ما عنديش اي مشكله ان اي حد ياخد اي معلومه، بس لو معلومه جديده وانتوا عارفين ان انا بقول لكم معلومات جديده جدا ما بتتقالش خالص على اليوتيوب اصلا في السلسله دي، فلما حد بينقلها مني من غير ما حتى يديني حقي ان هو يقول اسمي في الفيديو بتاعه، دي حاجه بتضايقني، وانا اصلا بعتبر ان دي سرقه، واكيد السرقه حرام. انا مش بتكلم على الافكار بتاعه النظافه الشخصيه عموما، ولكن سرقه الافكار اللي جوه السلسله نفسها. المهم لو انت اول مره تشوفيني اعملي سبسكرايب للقناه دي، لانك هتسمعي فيها كلام مختلف تماما عن اللي بيتقال على اليوتيوب عموما. النهارده بقى انا كاتبه لكم كل حاجه هنا علشان نتكلم عن الخطوات ازاي نخلي ريحه شعرنا تحفه. اول حاجه بجد بتفرق جدا جدا في ريحه الشعر انه الفروه نفسها تكون نظيفه. لازم تعملي سكراب لفروه الراس، سواء السكراب ده فيزيكال او كيميكال. الكيميكال خلوه يكون بالساليسيليك اسيد مش الجلايكوليك اسيد. اغلب الترند دلوقتي انه نستعمل الجلايكوليك اسيد لفروه الراس. انتوا عارفين طبعا الجلايكوليك اللي هو الازازه الكبيره اللي هو التونر بتاع ذا اورديناري. ناس كتير قوي بتتكلم ان هو بيستعمل لفروه الراس. ده كويس وصح عادي جدا، ولكن الساليسيليك اسيد احسن وافكتيف اكتر، لانه الساليسيليك اسيد اصلا من الحاجات اللي بتدوب في الدهون، فده هيكون مناسب اكتر لفروه الراس عشان يخلصك من القشره. او انك تستعملي بقى فيزيكال سكراب زي مثلا بتاع كلاري لو انت في مصر، ولو انت بره مصر في اكيد براندز كتير قوي زي مثلا لاش برضه عندهم سكراب كده لفروه الراس. فانت يا اما تستعملي ده او ده. انا عن نفسي بستعمل الاثنين، لانه الساليسيليك اسيد مش بستعمله كتير، ممكن مثلا مره واحده في الشهر او مره واحده كل شهرين، لكن السكراب بتاع كلاري انا بحبه جدا جدا. انا عارفه ان هو مش بينفع مع كل الناس، ولكن انا بصراحه عن نفسي بحبه قوي قوي وبينفع معايا جدا بصراحه. تاني حاجه انه المنتجات بتاعه الشعر نفسها تكون اصلا ريحتها حلوه، علشان يعني بتقعد معاكي شويه، وده الاساس اللي احنا بنبني عليه الباقي. انا عن نفسي اكتر مجموعه، انتوا اكيد عارفين الموضوع ده، اكتر مجموعه بحب ريحتها، لانه المجموعه الثانيه اصلا خلصت مني، دي جديده خالص اهي، المجموعه بتاعه فافلن اللي هي اسمها جروفي جراس. يعني فافلن عندهم كذا مجموعه، انا دي اكتر ريحه مجموعه بحبها، لان هي بتديني اللي انا عايزاه، بتديني الترطيب اللي انا محتاجاه، بتنظف شعري كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت ريحتها حلوه قوي قوي، ريحتها شيك، يعني ريحتها بنت شيك. وكمان بحب قوي قوي السيرم ده اللي هو بتاع الارجان. السيرم ده ريحته برفيوم، كانه برفيوم رجالي. فدي منتجات الشعر اللي انا بحب استعملها لو انا عايزه ريحه شعري تكون تحفه وما فيهاش ولا غلطه. تالت حاجه، ودي بقى لو ما عملتيهاش اصلا، لو كنت مستعمله ايه في الشاور بتاعك وما نشفتيش شعرك كويس بشكل صح، وخليتيه بقى ربطتي شعرك كده على طول، يعني اخدتي الشاور بتاعك ربطتي شعرك ونزلتي، شعرك هيكمكم، شعرك ريحته هتبقى وحشه جدا. فانت لازم تنشفي شعرك كويس جدا جدا، يا اما تنشفيه في فوطه مايكرو فايبر، او تنشفيه بدراير او سشوار على البارد مش على السخن. اوعي ابدا ابدا شعرك يكون مبلول وتعرضيه للحراره، حتى لو هتعرضيه بس ان انت تنشفيه، لانه شعرك مع الوقت هيبدا ان هو يتبهدل منك. يعني ولا تربطي شعرك تحت الحجاب كده وتنزلي، ولا تربطيه حتى وانت قاعده في البيت برده كده. عارفين الكحكه دي اللي احنا اغلبنا بيعملها؟ ما تعمليش كده وهو مبلول ابدا ابدا، ريحته بجد مش هتبقى كويسه خالص. يا ريت بقدر الامكان تبعدي عن التوك اللي هي قماش. ولو انت خلاص في واحده شكلها عجبك جدا جدا وهتموتي عليها، اوعي ابدا تلبسيها وشعرك مبلول، يعني خليها وبتلبسيها وشعرك كده فريش ونظيف وكل حاجه. وطبعا برده لازم التوك دي تتغسل باستمرار، التوك اللي هي القماش تحديدا. في نفس الوقت برده ما تتلبسش والشعر مبلول، لان هي برده هتكمكم. في ناس اصلا شعرها بيبوظ وبيعفن حرفيا من كتر ما هي بتلبس التوكه وهي مبلوله، فاوعي تعملي كده ابدا. الناس اللي بتسيب شعرها يزيت، برده الشعر لما بيكون مزيت بيعمل ريحه مش حلوه خالص. فانت قبل ما شعرك يزيت حاولي انك تغسليه، على رأي اسمها ايه دي اللي هي مش صاحبتنا اطلاقا، شعرك مزيت قومي اغسليه. لو انت مش عايزه تشتري برفيوم مخصص للشعر وبس، انا بصراحه شايفه ان دي ممكن تكون تكلفه برده زياده علينا شويه، فانت ممكن تحطي البرفيوم على كذا حاجه هتخلي ريحه شعرك حلوه. اول حاجه ممكن تحطي البرفيوم على البندانه اللي هتلامس شعرك على طول، فانت كده ما حطيتيش على الشعر، لا انت البرفيوم بقى بتاعك العادي اللي هو بتاع الجسم او بتاع الهدوم حطيه على البندانه اللي هتلامس شعرك على طول. ممكن ترشيه على الطرحه نفسها، برده هتخلي ريحه شعرك تحفه. ممكن تحطي البرفيوم على التوكه القماش اللي مش بتلبسيها وشعرك مبلول، يعني
احنا اتفقنا ان التوكه القماش مش بتتلبس خالص والشعر مبلول، بتلبسي التوك العاديه اللي هي البلاستيك. لكن لو انت خلاص شعرك ناشف وكل حاجه، ممكن تحطي على التوكه بتاعتك نفسها برفيوم. ممكن كمان لو انت من الناس اللي بتلبس البونيه الستان ده، اللي انا بصراحه مستحيل البسه، بس لو انت بتعرفي تلبسيه، اللي هو البونيه الستان اللي بننام فيه، انا بنام على مخده ستان. لكن لو انت من الناس اللي بتلبس بونيه ستان، رشي شويه برفيوم في البونيه الستان، وكده كده خلاص الكحول تطير منها، البسيها وشعرك نفسه برده هيلقط الريحه التحفه من غير ما ياخد الكحول خالص. برده ممكن تحطيها على المشط او الفرشه بتاعتك، ترشي كده على المشط او الفرشه، وبعد كده تسرحي شعرك، برده شعرك هياخد البرفيوم من غير ما ياخد الكحول اللي فيه. ولكن انا بالنسبه لي احسن الطرق اللي بيكون البرفيوم ملامس تماما لشعرك، زي البونيه، زي الطرحه، زي البندانه. الحاجات دي هتخلي ريحه شعرك نفسه هو اللي ماسك فيها البرفيوم. برده من احلى الحاجات اللي ممكن تحصل ان انت تحطي برفيوم ورا ودانك او مسك، يعني يا ده يا ده، برده هتدي احساس ان دي ريحه شعرك، لانه هتكون قريبه جدا جدا من شعرك، فهتدي احساس ان دي اصلا ريحه شعرك. الفرش اللي احنا بنستعملها لازم تتغسل باستمرار وتتعقم كمان، ولازم تتغير من 3 ل 6 شهور. الناس يا جماعه اللي بتجيب فرشه واحده وتقعد بقى لحد ما تضيع، عمرنا ما هنفكر ان احنا نغير الفرشه. لما تبقى تضيع نبقى نشتري واحده جديده، لا طبعا. الفرشه من 3 ل 6 شهور على حسب حالتها، بصي لحالتها كده وشوفي، بس ما تزوديش عن 6 شهور، لان كده كده هتكون غير صالحه اصلا للاستعمال. لما تعملي شعرك حراره سيبيه يتنفس شويه، لانه الناس برضو اللي بتيجي لفه شعرها على طول اول ما يتعمل حراره، فبتلاقي ريحه الحراره مسكت في الشعر. او مثلا تعملي شعرك حراره وتلبسي الطرحه وتنزلي، لا ما بنعملش كده. خلي شعرك شويه يتنفس كده مع نفسه، وبعد كده لميه ولفيه زي ما انت عايزه علشان يحافظ على الحراره بتاعته. انا ما عنديش اي مشكله ان هو تلميه بعديها، بس مش اول ما تخلصي، عشان اول ما تخلصي ولمتيه بجد بقى تعملي مهما تعملي مستحيل ريحه الحراره تطلع منه. برده اي حاجه بتستعمليها عشان تفردي شعرك، سواء كانت فرش سواء الستريتنر نفسها، نظفي كل ده باستمرار. يعني يفضل انك تنضفيها على طول بعد ما تخلصي، لان بتكون سخنه شويه، بس طبعا ما تلسعيش نفسك، يعني استني شويه تبرد تبقى دافيه كده، خلصي نفسك ونضفيها، عشان في الوقت ده بيكون احسن وقت تنضفي فيه، لانه الزيوت بتبقى لسه مش جامده قوي على الحاجه نفسها، فبتنضف معاكي بسهوله، لانه تراكم الحاجات دي مع الوقت برده هيعمل ريحه مش كويسه في الشعر. اخر حاجه المخده اللي بتنامي عليها، برده مش بينام عليها لحد ما ماما تاخد القرار ان هي تغسلها لنا. احنا بنغير الكيس بتاع المخده كل يومين 3 بالكتير قوي قوي قوي، بس طبعا ما تحطيش برفيوم على الكيس بتاع المخده، لان ده هيطلع لك حبوب في بشرتك واصلا مش كويس. لكن لو انت بتلبسي البونيه الستان بس، ده اللي ممكن تحطي فيه برفيوم عشان يخلي شعرك ريحته حلوه. طبعا احنا لسه مكملين في السلسله بتاعه النظافه الشخصيه، وهنخلي كل حاجه في جسمنا ريحتها تحفه. اعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتوش سبسكرايب علشان تتابعوا معايا باقي السلسله، وكمان اعملوا لايك للفيديو ده، شير مع اصحابكم قدر الامكان، وبس كده، مع السلامه.